بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واش راكم البنات؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم جيتكم فيديو جديد واللي هو طقم طاولة. راح نشوفوا طريقة عمل لي سات دو طابل وشومان دو طابل. هذا الطقم راح يكون بمناسبة يناير، لكن راح تديو منه بزاف تفاصيل من بينهم شحال لازم شحال تحتاجوا قماش، ونوع القماش اللي مستعملاته. راح كذلك تقدروا ديروا لها سعر يعني مليح، لانه القماش ما يكونش غالي بزاف لكن نوعيته جيدة. هنا بالنسبة باش ديروا من بعد في الاخير راح نعطيكم، شوفوا في الاخر خلاص راح نعطيكم شحال لازمكم قماش لكلش وشحال لازمكم قماش لي سات دو طابل وحدهم وكذا. بون هنايا لي سات دو طابل هادو فيهم 30 سنتيمتر، كي يعودوا فيهم 30 سنتيمتر راح نزيدو 5 سنتيمتر على الكوطي كامل. هنايا طبقت القماش عكس ما جاني، يعني هو كيجيك كي تقصيه كي يقصوا تاع الحانوت راكم شفتوه كيفاه كاين. هذاك تفتحوه وتطبقوه العكس، هذا مكان. هنايا راني ندير 5 سنتيمتر على لو طور كامل. وهنايا راني نهبط جوست باش ما نفسدش القماش، فهمتوني؟ هكذا راني مطبقه القماش هنايا على زوج باش نخرج دو سات دو طابل من كل جهه. هنايا راح نخرج 4 تاع لي سات دو طابل، وراح نخرج شومان دو طابل، وراح نخرج جوتي كيما شفتوا يعني في الصور. راني ديجا حطيت لكم الصور البارح. واستعملت فيه طباعة أمازيغية. تقدروا تستعملوا ان ديكور اللي يساعدكم، ولا طباعة. بالنسبة للطباعة راني نطبع يعني المام للخياطات. تحبي ديريه كمشروع ونخدم بالتوصيل، يعني نطبع ونبعث. فهمتوني؟ يعني كاين بزاف اللي ما يحبوا يعني يديروه كمشروع، كسوا جملة ولا نصف جملة، ولا نطبع لهم ونبعث لهم وهما يخيطوا بركة ويبيعوا. هنايا شوفوا راني انقص باش نخرج زوج. هو مشروع مربح صراحة. انا فضلت اني نديره لكم دركا. جات لوكازيون تاع يناير هكذا باش نديره لكم، وفي نفس الوقت باش تاني تقدروا ديروه كمشروع لرمضان. ربي يدخلوا علينا بالصحة والهنا ان شاء الله. درت هذا ودرت تاني واحد بلون بلي كولور، تقدروا تشوفوه في صفحتي على الانستغرام او على الفيسبوك. راح نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. هنا راني مسرعه الفيديو بزاف على هذه لا فوتو دي فوا تولي فلو. هنا بعد ما قصيتهم هذاك شوفوا واش راح يبقى لي. هنايا راني ماكي ولاو هنايا عندي 4، وهذاك الطرف اللي بقى لي هو اللي راح ندير به شومان دو طابل. شومان دو طابل درت فيه 38 سنتيمتر على متر. تقدروا ديروه اكبر، لكن في الحقيقه شومان دو طابل كيجي عريض بزاف، نحسو يجي بشع. انا بور موا 38 سنتيمتر هو الحد الاقصى، يعني ديروه 38 سنتيمتر بحق الخياطه. بعد كي ينقص راح يولي لكم حوالي 36 سنتيم ولا هذا مكان. هنايا راني قصت 38 سنتيم. في الاول جو كخوا قصت 35، ومن بعد زدت ل 38 هكا. من بعد نزيد حق الخياطة، راني طبقت هكا المتر اون دو. هكا راح ندير 38 سنتيمتر. راني زدت هنايا 38 و 38 هكا راح يجيكم مليح. وقصيت من بعد تاني باش ندير لا دوبلور تاعو، اللي تجي من تحت. يعني انا ندير زوج طراف. هذا درتو بالقماش اللي درت به لي سات دو طابل بعد، اما الجزء اللي من تحت فدرتو بالقماش تاع لي دغا. هنا كيما راكم تشوفوا قصيت طبقت اون دو ومن بعد زدت طبقت هنايا باش نعين المنتصف نتاع اللي يجي منه من على الجناب، باش هنا يجينا سهل ان نديرو المثلث. هذاك المورسو كان بقالي. من بعد رحت جبت القماش تاع لي دغا كيما راكم تشوفوا، وهاني جبت شومان دو طابل اللي ديجا فصلته وراني نفصل عليه. قماش تاع لي دغا هذا يعني 100% كوطون كان عندي. تقدروا تستعملوا الفيتنام ولا تستعملوا اي نوعيه، ما يهمش، يعني هو يجي من تحت. وكيف كيف كرونتيت يعني المنتصف نتاعو باش ماشي المنتصف تاع لي كوطي منا ومنا، باش نقدر نخدم هذاك المثلث هكذا. واش نروحو نديرو دركا؟ راح نروحو وين كرونطينا نطبقوه هكذا باش نحصلوا على هذا المثلث.
على الجوانب في زوج نتاع هذا اللي بالقماش تاع لي دغا وهذا اللي بالقماش تاع لي سات دو طابل كيف كيف نروحو نحددوهم باش هكذا يتراسلنا هذاك الخط. هنا بعد ما حددتهم كما راكم تشوفوا راح نفتح بهذا الشكل القماش تاع لي دغا هذا اللي من الفوق دوك نعاود نحطوه من تحت والقماش الاخر اللي خدمنا به لي سات دو طابل. راح نجيب شرشوبات هذوك اللي راح نستعملهم كديكور. انا استعملت هادو الخشان نقدروا نستعملوا رقاق برك. هنايا انا كي نحط هادو الشرشوبات باش من بعد في الخياطه شغل هادوك الخيوط نتاعهم شغل ما نخيطهمش مع القماش فراح نحكمهم بسكوتش هكذا. هذه كفكره فقط نحكمهم بسكوتش ومن بعد نحكم لو طور بلي زيبانغل. هنايا البنات اذا درتو شومان دو طابل و4 سات دو طابل تحتاجو متر نتاع قماش. اذا كان عرض القماش متر و80. هنايا راني حطيت لكم بالطباشير وين البلاصه اللي مانيش حنخيطها نخليها مفتوحه اي من هيك كما شفتوا باش من تما راح نقلب من بعد كي نخيط على جهه المثلث هذاك وين حددت وندور على كامل الشومان دو طابل نخلي غير هذيك البلاصه اللي درت لها بالطباشير ما ديروا قيس 10 سنتيمتر ولا برك جوست باش تقلبوا هذا مكان. هنايا بعد ما خيطوا كما راكم تشوفوا هذيك الفتحه خليتها هكاك مفتوحه راح نقص هادو الزوائد منا ومنا بلا ما تقصوا الخيط تاع الشرشوبه لانه كي تقصوها راح يسنصر مع الوقت ما خليوه. نقص هكذا لي كوطي ومن بعد راح نقلب من الجهه هذيك اللي خليتها مفتوحه. حاولوا تقلبوا مليح تخرجوا مليح لي كوان. اذا تقدروا تحددوا راح يكون احسن قبل ما ديروا قبل ما تخيطوا الخياطه هذيك تاع 1 ملم تقدروا تحددوا احسن ولا تخيطوا ومن بعد تحددوا. هذيك الفتحه دوك تشوفوا كيفاش راح ندير لها باش نقفلها وهي في سبتها اللي راح نديروا هذيك الخياطه تاع 1 ملم باش يجي كلش زي بعضه. راح نقفل كيما هكا نحكم بلي زيبانغل وندور على الشومان دو طابل كامل على 1 ملم منها نقفل هاد البلاصه اللي مفتوحه ومنها ندير شغل كيما نقولوا نثبت الخياطه نتاع الشومان دو طابل ويجي واقف هكذا. هذا هو بعد ما كملتو خيطت هذيك الخياطه حددتو راهو واجد. نروحو دركا لي سات دو طابل. لي سات دو طابل البنات اللي عندهم سورجي كيما انا اللي ما عندهمش سورجي انا كي ما كانتش عندي سورجي كنت ندير لاستيك ومن بعد نولي نكسلو ونعاود نطبق فهمتوني البنات. هكذا راح تجيكم اون فينيسيون مليحه. بالنسبه هو كي لو جوتي درت فيه 42 على 42 كنت نقيس هنايا راني نقيس قلت لكم في حق الطباعه قداش راح ندير كسوا في لي سات دو طابل ولا في الجوتي ولا في شومان دو طابل نهز القياسات باش نعرف شحال راح ندير في البابي نتاع الطباعه. هنا كيما راكم تشوفوا راني ماركي لي سات دو طابل راح ندير فيهم 16 على 8 ولا 18 على 8 كيف كيف. والكوسان راح يكون فيه كيما راكم تشوفوا راني نقيس ونعاود نولي هكذا. لازم قياسات نحددوهم قبل ما نبداو نطبعو. وشومان دو طابل تاني نحين المنتصف نتاعو باش نشوف شحال طول والعرض اللي راح نديرو في الطباعه باش يجي يعني ما يجيش شارجي بزاف وفي نفس الوقت ما يجيش فارغ. هنا راني ديسيديت اني نديرلو 30 على 18. هنا البنات كون تزيدو جوتي راح نزيدو نصف متر من القماش. الطباعه انا خيرت هاد الموتيف اللي جاي باغ راح نطبعوه بالطباعه البيضاء بما انه القماش راه هو كي ابيض. اكيد البلوتور راح يقصوا لي ومن بعد راح نلصقوا بلا بريس اشو هذا الجوتي. هكذا بعد ما طبعتهم شوفوا لي سات دو طابل وجوتي كيفاه جاو. بالنسبه للجوتي انا درت له فيرميتور. راح بالنسبه للقماش المستعمل هو قماش الغابردين العرض تاعو هو 180 متر. هنايا استعملت 1.5 متر كي درت كلش يعني كي ديروا برك لي جوتي الاخر شومان دو طابل ولي سات دو طابل راح ديروا متر. قماش الغابردين السعر تاعو هو 45,000 للمتر وعرضه 1.80 متر. هنايا نروح نخيط شويه هكذا من جوتي الكوان اللي من تحت والاخر اللي من الجهه اللي من هي وراح نخلي هذيك الفتحه راح نركب فيها اكيد لا فيرميتور.
من بعد كي نركب لا فيرميتور راح نقفلو كامل ونقلبو ويكون ماجد معايا. هنا انا كنت راح نديرو كوردون في البلون بعديك بطلت. قلت نديرو سامبل خير. هنا راح نبدل اكيد البيد بيش وباش نركب لا فيرميتور تاعي وتجيني يعني باش تجيني لا فينيسيون تاعي مليحه. كملت جوتي رحت درت له سورجي. دوكا رايحه نروح لي سات دو طابل كيما شفتو سورجيتهم كامل. ودوكا راح ندير لاستيك. حاولوا ديروا لاستيك هذا اللي يكون شويه رقيق. من بعد اني نجبد ونمشي على الطرف نتاع سات دو طابل قد قد. قلت لكم في المرحله اللي ما عندكمش اللي ما عندهاش سورجي تقدر تكف باش تجيك الكفة ساهلة في الدائرة. حددي الساعة، عددي على 1 سنتيمتر. ومن بعد فوق هذاك 1 سنتيمتر ديري لاستيك. ديري لاستيك جوست على هذيك البلاصة تاع الحديد باش هكا ما يستنصرلكش الخياطة. قصدي القماش يعني ماشي الخياطة. هنا راح نكمل هكذا حتى نوصل للبداية تاع الستيك تاعي. نحط هذا فوق هذا وندير بوان داغي بيان باش يتحكم مليح. هنا حاولوا تزيروا برك الستيك مليح باش السادو طابل تاعكم يجي متحوف يعني يجي محكوم مليح كي تبلاصيوه. هنا كنا كملنا سادو طابل، كملنا الشومان دو طابل وكملنا لو جوتي نتاعنا. نورمالمون هنا كملنا. راح نشوفوا النتيجة النهائية نتاع الخدمة اللي درناها. كما قلت لكم بالنسبة للطباعة راح تكون كل واحد يدير اللي يساعده. واللي تحب يعني دير تخدم هكذا خدمة كيما هذه في رمضان ولا حاجة وحابة تطبع نقدر يعني نوفر لها الطباعة بسعر ممتاز وهي تخدم على روحها. هذا هو الطقم تاعنا. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. اذا استفدتوا ما تنساوش ما تبخلونيش يعني بالجيم. ديروا جيم لا فيديو باش هكذا راح نقدم لكم اكثر فيديوهات في هذا المجال. نتمنى لكم يوم سعيد. الى اللقاء.